السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. ان شاء الله معانا فيديو جميل، فيديو تنظيف البراد الستيل. والطريقة دي تمشي على اي حاجة ستيل، ان كانت حلة او مقلي او كنكة، اي حاجة ستيل ان شاء الله. الطريقة دي هتنضف لك اقوى الدهون والحروق من على الستيل. وطبعا كتير بتعاني من الحروق والدهون ان هي مش عارفة تزيلها ازاي. وطبعا زي ما احنا عارفين ان اسعار المنظفات بقت غالية جدا، فاحنا هننضف البراد بمنظف موجود عندنا في كل بيت، وهو الصابونة والسلك الحلزونة. صابونة بقى، صابونة ريحة، صابونة بيضة، صابونة سودا، اي نوع صابون متوفر عندك في البيت ان شاء الله هنستخدمه في تنظيف البراد. تمام. اول حاجة هحط مية وشوية خل في البراد، وهولع البوتاجاز واحطهم على النار لغاية ما البراد يسخن معايا تماما زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بسخنه على درجة حرارة يعني يكون وصل للغليان. كنت انا بحط خل في المية اللي في قلب البراد دلوقتي. هجيب البراد وهجيب الصابونة وهبل من المية اللي فيها خل من قلب البراد، وهدعك كل الاماكن اللي فيها حروق ودهون زي ما احنا شايفين كده. مفيش حتة اسيبها خالص، كل الاماكن. طبعا البراد معايا سخن، فانا لما ببل الصابونة بالمية السخنة وبدعك بيها البراد، الصابونة زي اللي بتسيح كده. تمام. كل الاماكن كلها ادعكها بالصابونة الريحة زي ما انتم شايفين كده تماما. ما تسيبيش ولا حتة خالص. طبعا شايفين معاكم كده البخار طالع لان هو سخن جدا. وبفرغ شوية مية في طبق، وهجيب السلكة الحلزونة ابلها شوية مية من السخنين، وادعك كل الاماكن اللي انا حطيت عليها الصابون زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا زي ما انتم شايفين ان هو بيطلع في ثواني، كل الحروق والدهون بتطلع في ثواني. مفيش حاجة بتصعب في الطلوع ولا اي حاجة، لا كله ما شاء الله بيطلع في ثواني. يعني انتوا شايفين في الدعك هنا النتيجة بدأت تبان معاكم ان هو بقى فضي زي الاول. البراد ده معايا بقاله 3 سنين، وانا من يوم ما جبته وانا شغالة بالطريقة دي، وما شاء الله جميلة جدا. الطريقة دي ماشيها على اي حاجة عندك ستيل، وان شاء الله هتطلع معاكي زي الاول واحسن كمان. هنا هيعتبر انا خلصت الدعك بتاعه خالص والقاعدة بتاعته كمان. طبعا هي السلكة بحس بالحرارة بتاعة البراد فيها، فانا بمسكها ساعات بالسفنجة. ولا هنشتري حاجة من عند عطار ولا اي منظف ولا اي حاجة، مفيش حاجة مكلفة خالص. هو كل السر في الصابونة والحلزونة، هننضف بيهم احلى ستيل وتاخدي نتيجة مضمونة 100%. لان الايام اللي احنا فيها مش عايزين اي حاجة مكلفة خالص، بالعكس احنا عايزين نوفر. وهنا انا خلصت دعك الغطا برضو بالصابونة وشوية المية السخنين. وكده انا خلصت دعك خالص، وهاخده اشطفه بالمية بتاعة الحنفية، وهتشوفوا النتيجة معايا دلوقتي. شفتم النتيجة؟ بجد 10/10. رجع البراد زي الاول واحسن كمان.
ولا فيه سواد ولا فيه حروق ولا فيه دهون ولا فيه اي حاجة. بيلمع لمعان جامد كأنك شارية منظف غالي. متنسوش تشتركوا في القناة. اسهل وصفات مع مطبخ نوني.